السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايب قلبي، عاملين ايه؟ اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اهله وعلى اصحابه اجمعين. النهارده هنعمل مع بعض اكله كلنا بنعرف نعملها، وهي الفاصوليا الخضراء. بس انا اختياري ان انا اعرضها معاكي. بصوا يا جماعه، مش معنى ان في صيف يبقى ما فيش خضار علشان الجو حر، لا. كل بيت فيه اطفال لازم مفروض ان تبقى يعني من وجباته الاساسيه هي الخضار. واحلى يوم بيبقى الخضار حلو فيه جدا يوم التجمع العائلي اللي هو يوم الجمعه. بصوا يا حبايبي، انا خدت بصلايه والطبيعي ان انتوا عارفينها، حطيت عليها ماده دهنيه وحمرتها شويه، ونزلت باللحمه ونزلت بالفاصوليا. الفاصوليا تفضلي تقلبي فيها كده لحد ما بتاخد لون اصفر، وحطيت توم. طبيعي لأي خضار، بس الفاصوليا لازم بيتحط عليها توم، ولازم لونها بياخد اللون الأصفر في التشويح. تمام. كل الحاجات دي احنا كنا مخزنينها على فكرة، علشان ما يجيش يوم عليكي تكوني كسلانة ومش عايزة تعملي حاجة لانك لسه هتشتري. فدي فايدة التخزين. نزلت بفلفل اسمر، ونزلت بمرقة فورية اللي هي البودر، ونزلت عليها بالطماطم. وطبعا الطماطم دي احنا كنا مسبكينها مع بعض، وحطيت معلقة معجون من الصلصة، ونزلت بالشوربة اللي هي بتاعة اللحمة، وسبت الأكل كله يستوي مع بعضه. كان طعمها حلو جدا. طبعا مخلي الجزر ده حاجة قمر كده، والرز الأبيض اللي بالشعرية. وبصراحة كانت وجبة جميلة جدا ووجبة مفيدة. أتمنى أن أنا أكون أفدتك، وأتمنى أن أنا أكون عطيتك فكرة جديدة لحاجة. لو أنا عجبتك أتمنى أن تكوني أخت من أخواتي وتشتركي معايا.